انزلي هاتي المخرطه بتاعتنا اللي تحت السلس. لا مش مخرط عليه. ليه الملوخيه بتتزحلق من على الصينيه ودي انا اخرط بدي. بصي تعمل ازاي؟ بصي ايوه هتتكسر في ايدك يا شوشو، مش هتستحملي. انزلي هاتي حاجتنا طوعين بعد اذنك يا صبر. مفيش احسن من حاجه حماتي. حاجه امي موز. والله العظيم. هاتي صينيه الومنيا من بتوعنا تحت عندي في الشقه، وهاتي المخرطه السلس هتلاقيها عندي برضه، بس اشطفيهم. طب هي فين البتاع المخرطه؟ عندي، فهتلاقيها في درج المطبخ. عليك يا شيماء. ماشي يا شوشو. شيماء دي مشكله. هنا بقى ايه، عملنا العصاج بتاع الجلاش. خرطت بصلتين الاول، شوحتهم تشويحه كده على المشي يعني يا دوبك تدبل بس كده، وبعدين نزلت باللحمه، وبعدين معلقتين من. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحه وسعاده، وحشوني كتير من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين، ونعاد عليكم الايام بالخير يا رب. النهارده بقى معانا فيديو جديد، دي تاني عزومه في الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين. امبارح نزلت لكم فيديو بتاع العزومه بتاعت اهل جوزي. النهارده العزومه ديت بتاع اهلي واخواتي، ويا رب عاده كده ما تتقطع ابدا. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى ايه، انا النوبه اللي فاتت ما عرفتش اصور معاكم الفطار كله من اوله لاخره. النهارده بقى ايه، عشان كنت لوحدي. النهارده بقى ربنا يخلي ام مختار وام همسه معايا، منوريني ومشرفيني وبيساعدوني في الفطار. فقلت بقى فرصه عشان هما معايا وبيخفوا عني شويه الضغط يعني. هنصور معاكم الفيديو كله، بس طبعا مش من اوله. هندير الكاميرا بقى ونشوف ايه احنا عملنا ايه، ولسه هنكمل ايه. خليكم معايا حبايبي. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني. عمتي النهارده عامله لنا عزومه في البيت الكبير عند حماتي. انتوا عارفين طبعا، اكيد شفتوا فيديوهات قبل كده هناك في البيت. احنا هنعمل الاكل كله هنا عند ام يوسف، عند صبره. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده عمتي عزمانه واحنا طالعين نساعدها وهي بتجهز الفطار يعني. كل سنه وانتم طيبين. معلش يا جماعه، ام همسه دي ام همسه مرات اخويا، هي يعني ايه بتنكسف وبتتحرج، عماله تحفظ في الكلمتين اللي هتقولهم قبل المقدمه. تمام. كل سنه وانتم طيبين. هي تاخد الكرنب تسلقه تحت عشان البوتاجاز مش فاضي، ومعانا ام مختاره اهي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبه يا صبره. دايره كده، دايره وشك كده. عقبال السنه الجايه يا حبيبتي، وتقعد عليكم بخير يا رب، وعلينا يا رب، وما يدخلش لحد حاجه وحشه يا رب. يا رب. كل سنه وانتم طيبين كله يا رب. هنا بقى معانا ايه، اللحمه علقنا عليها هي ماشي، لسه ساقطينها يعني، بس لسه ما حطيتلهاش يعني اي حاجه، لا توابل ولا بصل ولا اي حاجه. قلت تغلي بس كده غلوتين ونشيل الريم من عليها. ماشي. قورناهم الكوسه وغسلناهم. بصوا كده، كوسه والباذنجان اهو. تسلم ايدك يا مختار. الله يخليكي يا حبيبتي. وهنا المكرونه هي اتسلقت، بس يعني اديتها غلوتين وطفيت عليها، سبتها نص سوا كده وسبتها في الميه هصفيها عبال ما الحوض يفضى. وهنا شوحنا الخلطه بتاعت المحشي اهي، ما شاء الله يعني بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل. مظبطين يعني، مظبطين المسائل ماشي. هنا ايه بس بقى يعني، هو المطبخ هنا دي السمنه اللي هنعمل منها هنعمل برضو لسه جلاش ومكرونه بس لحد اخر الفيديو. احنا كل حاجه هنعملها اول وده ممبار عليه ملح وخل، ولسه هجيب ليمونه عصيره عليه، وده توم اهوت بالشطه هنحطه كله على التوم بنحطه على البارد، توم بشطه خضراء كده بملح بندق الكمون، وهنقلب بقى كل ده، وهنجيب الخضره بقى والتوابل. الخضره بقى مختاره اهيت، انا منقياها من بالليل، منقياها ومظبطاها يا دوبك على الغسيل بس. ومهمسه خدت الكرنب تسلقه تحت. يعني الفطار بتاعنا هيكون النهارده عباره عن ايه، محشي كوسه وبتنجان وكرنب وممبار وجلاش ومكرونه بشاميل ولحمه وفراخ. والفراخ هي يا جماعه. تسلم ايدك يا ام مختار. نقعناها في ميه بملح بليمون، وضبناها هي ونقعينها بليمونه اهو، ميه بملح كالعاده. طبعا انتوا عارفين الميه ام ملح والليمون بتعمل ايه في الفراخ، بتنضف الزفاره واي حاجه، تخلي الفراخ قشطه. بألف هنا وشفا. نحط بقى للحمه بتاع البصلات دولت. هي ما شاء الله ما عملتش ريم ولا اي حاجه، عشان هي لسه جايه طازه، وزي ما ام مختار ما قالت لي كده دلوقتي، عشان ما نقعناهاش في ميه
مش بتعمل ريم. بصوا يا جماعه، اللحمه اللي انت جايباها من عند الجزار وشايفاها بتتقطع قدام عينيكي، انت بتغسليها بس من ايدين الجزار، مكان ايدين الجزار. انما اللحمه بطبيعتها ربنا سبحانه وتعالى هي اللحمه نظيفه وجميله، وفايدتها في انها تيجي من ايد الجزار، تتغسل بس غسل كده تحت الحنفيه وتشطفيها وتروحي ايه، طالما لحمه مضمونه والذبيحه مضمونه وجزارك اللي انت بتجيبي منه. بصوا بقى حطها في الشوربه. حطيت بصل وعودين قرفه وورق لوري وحبهان فتحته برضو قبل ما احطه. وهنجيب برضو التوابل اللي هي الفلفل الاسمر. توابلكم بقى يا جماعه اللي عندكم فلفل اسمر، هم كلهم في ناس ما بتحبش الكمون على فكره على الشوربه، وبيعملوا يعني وعارفين الحاجات دي كلها، بس احنا يعني بنشارككم يومنا والعزومه بتاعتنا كده يعني. في بنات برضو لسه صغيرين مبتدئين بيحبوا يتعلموا. لا بقى حطينا التوابل فلفل اسمر وكمون وكزبره للمحشي دول ما شاء الله يعني 3 كيلو رز. حطينا لهم 3 معالق من الكبار بتوع الاكل توابل. تمام. هنقلبها بقى كلها في قلب بعضها، والخضره بنخرطها البصل ديت ونقلبها عليها وكده يبقى الخلطه بتاعت المحشي بتاعتنا. الخلطه دي كل المحاشي، كرنب وبتنجان وكوسه والممبار. كده بقى الخلطه بتاعت المحشي خلصت ديت. مختار قلبت الخضره فيها. هنحشي بقى البتنجان الاول والكوسه، وبعد كده عبال ام همسه ما تطلع بالكرنب من تحت. وهنا بقى مختار بتعبي الممبار اهو، واحنا عبينا البتنجان والكوسه. فاضل بقى فاضل الكرنب يا جماعه. الكرنب نخلص الممبار ونعلق عليه ونحشي الكرنب. هي جوزك مجهزه حاجه الممبار، اول ما اخلصها هتاخده تعلق عليه. ودي الخلطه بتاعت الكرنب راكنينها لوحدها. دي الكوسه، وده العصاج بتاع المكرونه. لسه بقى هنعمل العصاج بتاع الجلاش. ما عملناهمش مع بعض ليه؟ لان اللحمه المتعصجه دي كانت عندي من العزومه اللي فاتت، يعني كانت فايده عندي، كانت بزياده يعني. فهنعمل بقى صينيه المكرونه. عبال ما نفرم بعت ام همسه راحت تفرم نص كيلو لحمه من اللحمه اللي احنا جايبينها دي، نعمل بيها الجلاش باذن الله. هنا بقى حطيت حوالي 5 معالق من السمنه كده على يجي معلقتين من الزيت. حطيت برضو حوالي 6 معالق من الدقيق ونخلتهم كويس. البشاميل بقى طبعا الحلل مش فاضيه، مفيش حاجه فاضيه ان انا اعمل فيها زي كل مره، فاضطريت اعمل بقى في الصينيه. نكمل بقى النتيجه كده نقلبه. انا عملته معاكم كتير قبل كده على القناه يعني بس برضه يعني عشان الفيديو اللي فات العزومه اللي فاتت ما عملتش معاكم حاجه فيها، وريتكم بس يعني لقطات كده من كل حاجه. هنتنى بقى نقلب فيه كده ونسيبه كده لحد ما ريحه الدقيق تطلع كده، والدقيق يستوي في قلب السمنه والزيت. بصوا بقى، انا هنا كان عندي نص كيلو لبن حليب من اللي هو الفلاحي ده، فضيته بس طبعا ما عرفش افضيه وانا ماسكه التليفون. هو كان متلج يعني نصه متلج ونصه كده. هيفك دلوقتي في قلب كله في قلب بعض كده في قلب البشاميل. وهزوده بقى هكمله بشوربه من بتاعه اللحمه، يعني هكمل البشاميل بتاعنا بدل الحليب. لو حابه تعمليه بحليب صافي مفيش مشكله. الحليب اللي عندك شويه وما هوش هيكفي، كملي بشوربه. انا هكمل بشوربه من بتاعه اللحمه دي بس لما الحليب يفك كده ويغلي غلوه كده. بقى البشاميل بتاعنا خلص. انا زودت فوق اللبن حوالي كيلو من الشوربه، وحطيت سنه ملح بسيطه ومكعب مرق الدجاج وحبه فلفل اسمر. ده كل المكونات بتاعه البشاميل. يعني البشاميل بيبقى عباره يا لبن صافي يا لبن وشوربه وسمنه ودقيق، والسمنه والدقيق يكونوا قد بعض. بنشوح الدقيق في السمنه ونكون ناخرين الدقيق 5 معالق او 6 معالق من الدقيق مع 5 معالق او 6 معالق من السمنه والزيت مع بعض، ونشوحهم لما الدقيق يستوي وريحته تطلع كده. وبعدين ننزل بقى بالحليب او الشوربه او ايا كان يعني.
وبعدين نحط مكعب مرق دجاج وسنه فلفل اسمر وسنه ملح، ما تكتريش الملح. وكده البشاميل بتاعنا خلص اهو. تعالوا بقى هنروح على الرخام عشان ايه نعبي الطاجن بتاعنا. هنا بقى المفطار بدات تلف في الكرنب عبال انا ايه ما ارص اهو الطاجن اهو يا جماعه وجاهز عندكم فوق اهوت، يا دوبك هيتسوى. هرص بقى صينيه المكرونه. وهنا انا معلقه للممبار. هسقط الممبار بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى ايه هنعمل نعبي صينيه المكرونه. بصوا ده المكرونه اهيت، حطيت عليها كبشتين من البشاميل واقلبهم بقى كده ايه. هخلي كل حبايه مكرونه تتغلف بالبشاميل. معايا الطاجن هنا اهو، حطيت فيه برضو حوالي كبشتين من البشاميل، يعني ايه دهنت الارضيه بتاعت الطاجن كده بالبشاميل. ننزل بقى ايه بنص المكرونه. نص الطاجن بقى، نص المكرونه كده نحطها في ارضيه الطاجن ونحاول نسويها كده عشان لما نيجي نخرطها تطلع خرطه واحده، مع ان هي ما تطلعش خرطه واحده لما تكون بارده خالص، لكن لو هتقطعيها وهي سخنه طبعا بتسيب منك. المكرونه بالذات معروفه. هننزل بقى باللحمه بتاعتنا المتعصجه اهي دي يا جماعه ايه. انا كنت ناويه بصراحه ان انا اعمل بيها في العزومه بتاعت المره اللي فاتت، كنت ناويه ان انا اعمل بيها، كنت عامله كيلو من اللحمه المفرومه، كنت ناويه اعمل نص مكرونه ونص جلاش. فبصراحه الوقت يعني ما اسعفنيش ان انا اعمل الجلاش. يعني الجلاش كان موجود واللحمه متعصجه وكل حاجه جاهزه، بس الوقت هو اللي عمل معايا كده. حطيت اللحمه وسويتها، وهنزل بقى بقيه المكرونه، وبرده نفس النظام هسويها. هنا بقى هننزل بالبشاميل اهوت على المكرونه بتاعتنا. واسويها بقى بالراحه كده. الطاجن بتاعنا خلص اهو. هدخله بقى الفرن ونشوف هنكمل ايه تاني مع بعض. ادي حاجتنا بتاع بوزه. ايوه معرفش اخبز الا في فرن بوزه. عندك مخططتي ولا ايه؟ مشغله؟ انت مشغله؟ دلوقتي يا جماعه دي بالذمه مخرطه. انا خرط دي مش هجيبها المخرطه السيراميك والصينيه المخرطه بتتزحلق والملوخيه بتتزحلق من على السلق. قلت لها انزلي بقى هاتي صينيه الالومنيوم الصينيه للسلق، والمخرطه بتاعتنا الالومنيوم والمخرطه دي عماله وتروح وتيجي هتتكسر في ايدي وحرام كده ولا ايه. معلش يا جماعه التليفون كان فصل. المهم بقى حطيت مكعب مرق الدجاج ومعلقه فلفل اسمر وملح واللهم صل على النبي ومعلقتين من الصلصه. بس كده هو ده العصار بتاعنا. نسيبها تتشوح كده لما تشرب ميتها وتبقى كده ايه خلصت معانا. معانا السمنه برضو اهيت هنسيحها للجلاش. وهنا الفراخ سقطتها، كنت نشلت اللحمه. نشلت اللحمه اهيت وسقطت اهي وسقطت الفراخ مكانها اهو. لما الفراخ تطلع برضو ايه خليكم مكملين معايا. هنا بقى جبنا ايه هنعمل اللهم صل على النبي. هنعمل الجلاش. بصوا تتحولي معلقه السمنه كده ايه في ارضيه الصينيه. معايا هنا ايه
حوالي نص كيلو من الحليب، يعني حوالي كوبايتين كده. حطيت اللهم صل على النبي، حطيت ايه، لا ما حطيتش حاجه لسه. ده حوالي ايه معلقه كبيره من البيكنج باودر او كيك شيف. تمام. هنحطه ايه على الحليب. وكمان معلقه كبيره من النشا وذره ملح. تمام. هنقلب بقى في الحليب كده النشا بالبيكنج باودر او كيك شيف وذره الملح، وبعدين ننزل بالبيضتين، معايا بيضتين كمان اهم، وننزل كمان حوالي معلقتين من السمنه كده. طبعا دول بقى ايه انا هجيب لهم المضرب لان ايه المعلقه مش هتنفع. تمام. معايا لفه الجلاش اهي يا جماعه، ومعايا جلاش تاني برضو. كان عندي جلاش هنا في الفريزر. اكيد كلكم عارفين يعني هنحط ايه رق كده ورق كده. صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. سلام. خدي يا حبيبتي، خدي يا حبيبتي، انت العمو ده، انت العمامه. ماما عايزين نعايش جوه. خشي روحي هاتي، وهاتي لي سرفيس كده يلا اما اغرف لكم فيه بالليل. هاتيلي معلقه. هتخشي